كيبدا الفيلم ديالنا بزعمة عصابة سميتها فاين وكطلب من المساعد ديالها باش يوجد الرجال باش ينفذوا واحد المهمة جديدة. من وراها كنشوفو كذلك زعيم عصابة وكيكون سميتو فريزر، كيهدد واحد خونا غيصفيها ليه إلا كرر الغلطة مرة أخرى. كنعرفو أن فاين وفريزر من أخطر المجرمين اللي كاينين في إنجلترا، وأنهم هما السبب في انتشار الجرائم في لندن. من وراها كنمشيو لعصابة واحدة أخرى وكتكلم وحدة سميتها آدا مع واحد خوها سميتو إدوارد، وكطلب منو يبقى في الطوموبيل حتى يساليو المهمة ديالهم وما يتحركش من بلاصتو واخا ما عرفتش شنو يوقع. وكتحاول آدا تدخل المكان اللي غيسرقوا منو المجوهرات، وكدير راسها روسية وكتكلم بالروسية، كتمثل راسها على أنها ما كتعرفش تفتح الباب باش تضيع الوقت بينما العصابة يحاولوا يدخلوا من الباب الآخر. وكتصدق ختنا اللي في ديك البلاصة باللي فعلا ما كتعرفش تحل الباب وكتمشي عندها، ولكن فجأة كتضربها آدا. في نفس الوقت كتدخل باقي العصابة وكيضربوا مسؤول الأمن، وكتهدد آدا ديك ختنا اللي خدامة تما باش تفتح ليها الخزنة، فكتضطر تفتحها ليها وتعطيها المجوهرات. كتاخد آدا المجوهرات، ولكن في نفس الوقت كيحاول واحد خونا اللي خدامين في ديك البلاصة يضربها، ولكن آدا كتقدر تسيطر على الوضع. كيقدروا يخرجوا أفراد العصابة ومعاهم المجوهرات وكيمشيو بالزربة يركبوا الطوموبيل ويهربوا. ومن بعد كتهضر آدا مع واحد من أفراد العصابة سميتو رومان، كتقول ليه بلي هي باغا تبني أسرة وكتبغيه وعارفة كيبغيها، ولكن كيقول لها رومان بلي ما كيفكرش في الولاد وبلي هما مزيانين على هاد الوضع وديك الهضرة، وكيقنعها تبدل الرأي ديالها. وكيقول لها بارك عليك هز المسؤولية ديال خوك وبلي ما محتاجاش الوليدات. كتقول لي بلي التصرفات ديالو غريبة، وكتقول لي بلي واخا غتبقى مسؤولة على خوها هادشي ما كيمنعهاش تكون عائلة. وكيحاول رومان يهدئها، وكتقول لي بلي هي كتسنى منو قرار دابا، وفي الحال واش يكملوا ولا يوقفوا هنا. وكيقول لها بلي هو ما باغي ولاد هاد الساعة وأن الخدمة ديالهم خطيرة والوضع ما كيسمحش يكون عندهم وليدات. كتقول لي بلي مستعدة توقف هاد الخدمة ويبعدوا على العصابة. كيقول لها بلي هاد الخدمة مهمة وما كيعرفوش يديروا شي خدمة أخرى من غير هادي. كتعصب آدا وكتطلب منو يمشي، وفعلا كيخليها رومان وكيمشي. من بعد سنوات كتكون آدا مع بنتها وكتلاقى مع رومان صدفة، كيتعرف على بنتها شارلوت. كتكون شارلوت من ذوي الاحتياجات الخاصة وما كتكلمش، وكيهضر مع رومان بالإشارة وكيسول رومان آدا واش مازال مزوجة، ولكن آدا كتهرب من الجواب ما كتردش عليه. كيقولها بلي كان باغي يعرض عليها باش تعشى معاه وما عارفش الزوج ديالها واش يوافق ولا لا. وكتقول ليه ما تقدرش تخرج بالليل على قبل بنتها، ولكن آدا هي اللي كتعرض عليه باش يجي يتعشى عندهم. وكيفرح رومان وكيوافق، كيمشي وكيتعشى معاهم. كيسولها مرة أخرى على الزوج ديالها وكتهرب مرة أخرى، وكيقول لها بلي غيسافر من بعد 2 أسابيع، وكيسلم عليها وكيمشي. من وراها كتهجم عصابة على الدار ديال آدا وكيهدوها بلي غيصفيوها لبنتها. كيقتلوا الصديق ديال إدوارد وكيهدوها بلي غيصفيوها لخوها حتى هو. وكيقولوا لها بلي فريزر عطاه مهلة ديال يوم واحد باش توجد نص مليون ديال الدولار، وكياخدوا بنتها راهنة وكيمشيو. كتكون آدا منهارة وكتحاول تفهم الكلام اللي قالوا ليها، وكيقول لها إدوارد بلي هو السبب في هادشي اللي وقع. وكتصل آدا برومان وكتقول ليه بلي عصابة اختطفوا بنتها، وكطلب منه يجيب الأسلحة معاه. وفعلا كيجي عندها رومان ومع صاحبهم قديم سميتو كريس. كيقول لها كريس بلي غيساعدها ورد ليها الجميل اللي كانت دارت معاه واحد الوقت. كتقول لهم آدا بلي عصابة فريزر وعصابة فاين بيناتهم بزاف ديال المشاكل، وإلا سولاو على المجوهرات ديال فاين غيقدروا يخلقوا بيناتهم الصداع. ديك الساعة يقدروا يبيعوا المجوهرات ويعطيو لفريزر فلوس، وديك الساعة يقدروا يرجعوا بنتهم شارلوت. ولكن إدوارد كيعترض على الخطة، كيقول لها بلي هو اللي حطهم في هذا المشكل والمفروض هو اللي يتصرف. كتحاول آدا تقنعو بلي ما كاينش شي حل واحد آخر باش يقدروا يرجعوا شارلوت. وبالفعل كيهجموا على المحل مجوهرات فاين وكيضربوا كاع اللي كاينين تما وكيسرقوا المجوهرات. من وراها كنشوفوا فاين وهي جالسه مع الحفيد ديالها كتحاول تنعس فيه، ومن بعد كتمشي لواحد المكان سري دايره في الدار ديالها. كيكونوا الرجال ديالها تما، وكنشوفوا الاشخاص اللي خدامين عندها في داك المحل اللي تسرق ديال المجوهرات رابطينهم، وهادشي باش تعرف شكون سرقها. وكتقول لهم بلي هي متأكدة بلي شي واحد فيهم خائن، ولكن كيقولوا لها بلي ما عارفين والو. كتصفيها جوج منهم، كيضطر الثالث يعترف ويقول لها بلي عارف واحد من العصابة اللي سرقات المحل. كيقول لها بلي سميتو رومان وكان صاحبه في الجيش، وكيطلب منها تخليه يعيش باش يرجع لها المجوهرات، ولكن فاين كتقرر تصفيه ليه. في هاد الوقيته آدا واللي معاها كيمشيو لواحد من صحاب كريتس، وكتطلب آدا من خوها باش يبقى في هاد البلاصة وما يخرجش منها باش يكون في الأمان.
كتقول ليه بلي هي غتكمل العملية هي ورومان، ولكن كيرفض صاحب كريتس باش يبقاو عندو، وكتعطيه أدا واحد الرزمة ديال الفلوس، غير كيشوف الفلوس كيوافق في البلاصة، وبنادم جيبو تا الفلوس ميقولش لا. وكيتكلم رومان مع أدا وكيقولها خاص فاين تعرف بلي عصابات فريزر هما اللي ورا السرقة ديال المجوهرات ديالها بين مبيع المجوهرات. كيقولها بلي سيريا هي اللي غتبلغ فاين بلي العصابة ديال فريزر هما اللي سرقوها، وكنعرفوا أن أدا كانت خدامة هي وسيريا ومن بعد خلاتها. من ورا كنشوفوا أدا كتمشي عند سيريا وكتكلم مع المساعدة ديال سيريا وكتطلب منها تدخلها، وكتعطيها الفلوس وختنا كتوافق. في هاد الوقيته كيكون كيحكي إدوارد للصديق ديال كريتس على داكشي اللي وقع، وكيقول ليه بلي هو السبب في هاد الورطة اللي هما فيها، وكيقول ليه بلي هو كان خدام شيفور عند فريزر وصاحبو قنعو باش يسرقوا شي حاجة قليلة من البضاعة ديال فريزر، وكان كيظن أن فريزر ما غيردش البال، ولكن فريزر اكتشف شنو وقع وصفاها لصاحبو وتخطفات بنت اختو بسببو. كيغوت عليه صاحب كريتس وكيستغرب كيفاش قدر يدير هادشي مع اكبر مجرم في البلاد. كيقول لي ادوارد باللي عارف ديما كيحط اختو في المشاكل وديما كتحميه، وباللي هي اللي قتلات الاب ديالو اللي كان ديما كيعذبو كيأذيه. ومن بعد كينهار ادوارد وكيبدا يغوت ويخبط، وكيطلب منه صاحب كريس باش يسكت، ولكن ادوارد ما كيسكتش وكيزيد يغوت، وكيضربو كريس وكينزل الجار ديال خونا وهو معصب حيت سمع الصداع. كيعتذر ليه صاحب كريس على الصداع، ولكن الجار كيهجم عليه وكيضربو. كيحاول كريس يضربو ولكن خونا داير بحال الجبل، كيمشي يهز سلاحو وكيهدو باش يمشي بحالو، وكيضطر خونا يمشي بحالو ويخليهم. في هاد الوقيته ادا كتدخل عند سيريا وكتكون مقلقه منها حيت خلات الخدمه معاها، ولكن ادا كتقول لها بلي جات باش تبلغها على واحد الحاجه مهمه. كتقول لها بلي واحد العصابه سرقات المجوهرات ديال فاين، وكتقول لها سيدي بلي هي عارفه هاد المعلومه. كتقاطع ادا وكتقول لها بلي عارفه شكون اللي دار هادشي. وفي هاد الوقيته كيقابل رومان واحد التاجر ديال المجوهرات باش يبيع ليه المجوهرات اللي سرقوها، وكيفحص المجوهرات ولكن كيكتشف بلي المجوهرات ديال فاين. كيقول لي رومان بلي ما عارفش علاش كيهضر، ولكن التاجر ما كيصدقش بلي رومان ما غيكون عارف والو، ولكن واخا هكا كياخذ من عند المجوهرات وكيعطيه الفلوس. من وراها كيتكلم التاجر مع المساعد ديالو بلغة الإشارة، كيقول لي باش يصفيها لرومان، ولكن رومان كيفهمو كيعرف بلي ناوي يغادرو. وكنرجعو لسيليا وهي كطلب من آدا تربط يديها بالسلاسل إلا هي فعلا باغا الحماية ديالها باش تأكد راه تيقة فيها. كتوافق آدا تربط يديها، ولكن كانت غير خدعة منها وكترفض تخليها تمشي. في هاد اللحظة صاحب كريس كيطلب منه يمشي بحالو هو وإدوارد، وهما قاد على مشاكل، ولكن كيقول ليه كريس ما يقدروش يمشيو دابا. ولكن فجأة كيبان الجار ديالو وكيصفيها ليه، كيكون معاه راجل اخر وكيجري ادوارد يتخبى، وكيحاول كريس يتقاتل معاهم وكيرمي عليهم طفاية الحريقة وكيتيري فيها وكتنفجر وكيصفيها ليهم بجوج. في هاد الوقيته ادا كتضرب سيليا وكتقدر تكسر السلسله وكتضرب الرجال ديالها، وكتقول ادا لسيليا بلي فريزر هو اللي سرق المجوهرات ديال فاين، وكتخليها وكتمشي. في هاد اللحظه كيخرج ادوارد من البلاصه اللي كان مخبي فيها وكيلقى كريس مصاب، ولكن في الاخير كيموت. ومن بعد كنمشيو عند رومان وكيقول التاجر بلي كيفهم لغه الاشاره، كيخرج السلاح ديالو كيهدو بلي غيصفيها ليه، وكيضحك التاجر وكيقول ليه بلي فهمو غلط. ولكن في هاد الوقيته كيوصلوا الرجال ديال فاين عند رومان، وكتقول لهم فاين يصفيوها ليهم كاملين، وكيبداو يتيروا في رومان والتاجر. والرجال ديال فاين كيطالبوا من رومان يديروا صفقه، ولكن كيكون متاكد بلي باغيين غير يطيحوا به، وكيرفض الطلب ديالهم وكيقدر رومان يصفيها ليهم. كنشوفوا ادا كترجع للدار وكتلقى مول الدار وكريت ماتو، وكتبدا تقلب على ادوارد وهي مفزوعه، ولكن كتهدن ملي كتلقاه مازال حي وكتسولو على اللي وقع. كيقولها بلي هو السبب في اي حاجه خايبه كتوقع. كتحاول ادا تهدو وكتقول ليه بلي غيقدروا ينقذوا بنتها شارلوت، وكيقول لها بلي هو مجرد عبء عليها ملي كان صغير. كتقول ليه بلي هي اختو الكبيره والمفروض تحميه، وكيواعدها ادوارد بلي غيعوضها. وفي نفس اللحظه كيكون داك الجار مازال حي، كيحاول يسيري في ادا وكيشوفو ادوارد كيحاول يضحي براسو وكيمشي بالزربه لبلاصه وكتجي فيها قرطاسه وكيموت. وكتصدم ادا وكتاخد السلاح وكتصفيها لخونا. وكيجي رومان وكيحاول يهدئها وكيقول لها بلي خاصهم ينقذوا بنتها، وكتهدن وكتقول ليه بلي غتكمل حتى الاخر. وكيقرروا يمشيو عند فريزر، وهما في الطريق كيعترف ليها بلي هو مازال كيبغيها وكيواعدها بلي غيرجعوا بنتها، وكتعترف ليه بلي شارلوت بنته وبلي ما تزوجاتش. وكيفرح وكيقول لها كان حاس بلي شارلوت بنته من الاول.
فهاد الوقيتة كتمشي فاين تقابل سيليا وكتقول ليها سيليا بلي فريزر هو اللي ورا سرقة المجوهرات ديالك، وكطلب منها شكون قال لها هاد المعلومة، ولكن سيليا كترفض. من وراها كتمشي آدا تقابل فريزر وكتسولو على بنتها، كيقول لها واحد العصابة صغيرة عند بالهم يقدروا ينافسوا العصابة الكبيرة، وكتقاطعو وكتقول ليه بلي باغا تشوف بنتها وبلي معاه الفلوس اللي طلب، ولكن فريزر كيتجاهل كلامها وكتعصب وكتكرر نفس الكلام، وكتقول ليه بلي خواه مات وكيطلب فريزر واحد من الرجال ديالو يجيب ليه الصندوق، كيقول لها بلي جاب لها واحد الهدية، وكتخلع آدا وعند بالها صفاها لبنتها، ولكن ملي كتفتح الصندوق كتفاجأ براس سيليا. وفي هاد اللحظة كتخرج فاين وكتقول لها بلي هاد الهدية من عندها وان هي اللي صفاتها لسيليا، وكيبان رومان ومعاه الفلوس وكيكون معاه واحد الباليزة، وكطلب ادم من فريزر يفتح الباليزة ولكن ما كيبغيش يفتحها، وكيفتحها رومان وكيكونوا فيها المتفجرات وكتهددهم باللي غتضغط على البوطون الا ما جابوش ليها بنتها، وكيضطر فريزر يجيب لها بنتها ويخليها تمشي، وكتقول فاين لفريزر باللي هي اللي غتاخد الفلوس مقابل المجوهرات اللي تسرقات، وكيرفض فريزر. وآدا ورومان وبنتهم كيخرجوا من ديك البلاصة، كتكون آدا فرحانة حيت رجعت لها بنتها، ولكن كتخرج واحد العصابة جديدة وكيهددوهم باللي غيصفيوها ليهم، كتقول لهم آدا باللي عندها المتفجرات وغتضغط على الزر وديك الساعة غيموتوا كاملين. في هاد اللحظة كتخرج العصابة ديال فاين وكيبداو العصابات بجوج يتيروه بعضياتهم، كتخبى آدا هي وبنتها ورومان، وكتقرر آدا باش تفجر ديك البلاصة، وبالفعل كتفجر القنبلة. من وراها كيفيق رومان وكيلقى بنته مزيانة، ولكن آدا كتكون فاقدة الوعي، ولكن لحسن الحظ كتفيق وكيهربوا من ديك البلاصة. وكيسالي الفيلم ديالنا هنا، ونشوفكم في الفيلم جديد ان شاء الله، وما تنساوش ديروا متابعة واعجاب.